لو قررت تركب غاز طبيعي في عربيتك هتلاقي ناس كتير بتخوفك من الموضوع ده وتقول لك ان الغاز ده بيضر العربيه وبيقلل من عمرها، والتوفير اللي هتوفره في سعر الغاز هتدفعه بعد كده صيانه لعربيتك. والحقيقه ان الكلام ده مش صح. الكلام ده بيتقال عن موروثات من 10 سنين او اكتر، عن منظومات الغاز الاولانيه خالص اللي ظهرت، ودلوقتي الموضوع اتطور اكتر من كده بكتير. وعشان كده هتلاقي عربيات موجوده في مبادره احلال السيارات بتخرج من المصانع بتاعتها بمنظومه الغاز راكبه فيها وعليها الضمان الكامل بتاعها. العربيات اللي شغاله بالغاز الطبيعي الصيانه بتاعتها هي نفس الصيانه بتاعت العربيات البنزين بالظبط، مفيش فيها اي حاجه زياده، وكمان بتيجي بنفس فتره الضمان بتاعت العربيات اللي شغاله بنزين. فلو كانت العربيه هتتاثر بالغاز وعمرها هيقل، ما كانتش الشركات المصنعه ليها قدمت لها نفس فتره الضمان دي. وكمان دلوقتي بقى في حاجات كتير تقدر تطول من عمر عربيتك اكتر اللي شغاله بالغاز وتخليها تعيش اطول بكتير من العادي بتاعها، زي مثلا الزيوت المخصصه للعربيات اللي شغاله بالغاز الطبيعي زي زيت بي بي فيسكو، وده زيت فيه اضافات معموله مخصوص للعربيات شغاله بالغاز الطبيعي عشان يطول في عمرها وعشان يخليها تدي اداء احسن وعشان يخليك توصل لاحسن استفاده من عربيتك اللي شغاله بالغاز الطبيعي. فلو بتفكر تركب غاز طبيعي في عربيتك ممكن تروح لاي مركز من مراكز التحويل بتاعت كار جاز، تعرف منهم كل التفاصيل وتشوف المنظومه المناسبه لعربيتك وتحول عربيتك للغاز الطبيعي في ساعات قليله.